بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. متتبعي الأعزاء، عدت لكم من جديد بمناسبة دخول المدرسي مع وصفة جديدة وسهلة واقتصادية جدا، وهي كوكيز للأطفال أو للوليدات المدرسة اللي غادي تنفعكم بزاف. خليكم مع الفيديو من الأول حتى الأخير، وما تنسونيش من البارطاج واللايك وتعليقاتكم اللي كتفرحني. نمر المقادير على بركة الله. كنحتاج ليه هنا رابعة ديال الزبدة تكون لينة بدرجة حرارة المطبخ. كنضيفوا ليها ساشي فانيليا 7 غرام، زائد كأس من السكر أو حبيبات سكر 150 غرام، نفس الكأس اللي كنعبروا به جميع المقادير. هنا كنرمل ديك الزبده مع السكر حتى كيدخل ليا داك السكر جيدا وكتذوب ليا ديك الزبده. كما هو موضح في الفيديو. هنا كنضيف بيضتين. خليكم مع الفيديو، راه فيه واحد المكون اللي سحري صراحه واقتصادي وصحي وغادي يعجب الوليدات. كيجي مقرمش هاد الكوكيز، كيجي لذيذ بزاف. هنا كنضيف الزيت. هنا ما واضحش يعني في التصوير، الكاميرا ما بيناتوش، ولكن راه نصف كأس من الزيت، لان الزبده انا درت 250 غرام، كانت عندي ما كاملاش زبده نباتيه. ضفت ليها 100 غرام ديال الزبده الحيوانيه. الا استخدمت الزبده حيوانيه كلها غادي نضيفوا الزيت، غضيفوا ربع كأس فقط، ما تكتروش من الزيت. درتو زبده نباتيه كامله كتضيفوا كأس من الزيت. انا هنا كيف ما قلت لكم يعني نصف كأس، لانني ضفت 100 غرام ديال الزبده الحيوانيه و150 غرام ديال الزبده النباتيه. هنا ضفت قبصه ملح، وهنا غادي نضيف المكون اللي هضرت لكم عليه وهو الشوفان اولا الخرطال، كأس منه وكأس وملعقتين عفوا من الكاكاو الحلو. كيعطيه واحد اللذة وواحد اللون رائع. وهاد الشوفان البنات راه لذيذ بزاف، الكوكيز تاعو راه كيجي لذيذ بزاف، الوليدات راه كيبغيوه بزاف. هنا كنبدا بإضافة الدقيق تدريجيا. بالنسبة للدقيق البنات راه كيبقى على حسب النوعية ديال البيض، الحجم ديالو، وحتى النوعية ديال الدقيق عفوا، والحجم ديال البيض، والحجم ديال السوائل اللي استعملته. يعني راه ماشي دائما كيكون نفس المقدار، لهذا كتبقاو تضيفوا شويه بشويه حتى كتحصلوا على لين. هنا ضفت خميره الحلويات، عندي هنا 8 غرام، راني ما ضفتش الساشيه كامله. وبالنسبه للدقيق راه كنضيفو تدريجيا. وهنا غادي نضيف واحد الملعقه ديال العسل. ممكن تضيفوا كأس من النشا وتنقصوا من الدقيق حتى هو كيعطيه واحد الخفه. المقادير ديال الدقيق غنخليها لكم في صندوق الوصف مضبوطه، شحال هز ليا انا ديال الدقيق بالضبط. ولا عجبكم الفيديو بطبيعه الحال ما تنسونيش من اللايكات ديالكم وتعاليقكم اللي كتفرحني والبارطاج. وما تنسوش تقولوا لي في التعاليق اشنو الحاجه اللي بغيتوني نوجد لكم، يعني بمناسبه دخول المدرسه للوليدات. خليو لي التعاليق ديالكم وانا غادي نقراهم، وغادي نشارك معكم وصفات ان شاء الله اللي غادي تعجبكم، اللي كتكون سهله واقتصاديه اللي كاع كنحتاجوها الوليدات ان شاء الله.
هنا انا هز ليا تقريبا 6 الكيسان الا ربع من الدقيق، وهنا غادي نضيف حبيبات الشوكولاته كيف ما كتشوفوا. بالنسبه للدقيق كيف ما قلت لكم راه كيبقى على النوعيه ديال الدقيق وحسب حجم البيض والسوائل اللي استعملنا. هنا غير كنجمعو غير بالاصابع ديالنا، ما كندلكو ما والو، وكنقلبو باليد الثانيه يعني اللي ما كتكونش كنعجنو بها باش كنعرفوا. هنا كنشكلوه بطبيعه الحال كويرات وكنوضعوه في صفيحه وكنزينوه بحبيبات شوكولات من الفوق، وغادي ندخلوه على الفرن كيكون ساخن من قبل على عافيه مهيله، عافيه 160 170 درجه حتى كيتحمر وكياخذ اللون ديالو، داك اللون زوين، وغادي نخرجوه ونقدموه بالصحه والراحه. وهذا هو الشكل النهائي، كيجي لذيذ بزاف ومحمر واحد اللون اللي ذهبي ومقرمش مع ديك الاضافه ديال الشوفان. كنقول لكم بالصحه والراحه، وما تنسونيش من اللايكات والتعاليق والبارطاج، والى اللقاء.